خدعوك فقالوا أنا باكل سكر هيجيلي سكر. والحقيقة تعالوا نتكلم شوية هو إيه السكر ده؟ احنا هنتكلم عن الجلوكوز اللي هو الصورة النهائية لأي سكر أو أي حاجة احنا بناكلها، في الآخر الجسم بيوصله اللي هو لجلوكوز. الجلوكوز ده هو مصدر الطاقة الحقيقي الجسمي. لما بناكل حاجه وبينتهي الموضوع حاجه فيها سكر او نشويات واتيفر وينتهي الموضوع الى جلوكوز، بيحصل افراز للانسولين من البنكرياس. الانسولين بيعمل ايه؟ الانسولين بياخد الجلوكوز ده ويدخله جوه الخليه، ياخد بايده كده ويدخله جوه الخليه عشان الخليه تستخدمه كمصدر للطاقه. فبالتالي اي خلل في الانسولين هيضطر ايه؟ هيضطر ان السكر ده مش هيدخل جوه الجلوكوز، سواء كان بقى الانسولين قليل، مش شغال كويس، في مقاومه انسولين. فبالتالي مش هيحصل ايه؟ هيحصل ان الجلوكوز مش هيدخل جوه الخليه وهيفضل عندي في الدم بره، ويحصل مرض السكر. فالموضوع بيحصل بطريقه غير مباشره. يعني ايه بطريقه غير مباشره؟ انا لما اكل كتير، اكل حلويات كتيره بقى، نشويات كتيره، واكل حاجات غير صحيه كتيره، هيحصل عندي ايه؟ هيحصل عندي سمنه. السمنه نفسها بدورها هي اللي هتعمل مشكله في الانسولين، هتبتدي تأثر على الانسولين اللي احنا بيفرز من البنكرياس، سواء كميته او نفس الجوده بتاعته او كفاءته. فبالتالي يحصل تراكم للسكر في الدم ويحصل مرض السكر. جسمي المفروض بطبيعه الحال بالصوره الطبيعيه الغير مرضيه يعرف يتعامل مع السكر اللي انا باكله، يا اما يستخدمه كمصدر للطاقه، بيستخدم جزء منه كمصدر للطاقه، والكميات الهبله بقى الكتيره اللي احنا بناكلها دي بيعمل ايه؟ بيحولها لدهون. الجسم بيقدر يتعامل مع السكر. لكن انا لما تبقى الدهون كترت وبقى عندي سمنه وعندي مشاكل صحيه، هتاثر على الانسولين اللي هو بدوره بياخد الجلوكوز عشان الجسم يستفيد بيه. هسألكم بقى سؤال صعب شويه، قولوا لي بقى ايه دور الانسولين مع الجلوكوز؟